بعد ما مدرسة الديوان عملت معارك أدبية وقالوا الشعر فكرة مش قافية، ظهر جيل جديد وقال طيب والإحساس، هو الشعر من غير قلب يبقى شعر؟ وهنا اتولدت مدرسة أبولو، مدرسة شاعرية حالمة رومانسية، شعرها بيبكي ويغني ويتوجع، بس برضه مصري، يعني حتى وجعها له ذوق. رائد مدرسة أبولو هو الدكتور إبراهيم ناجي، الصبح طبيب وبالليل شاعر عاشق، يعالج الناس ويرجع البيت يكتب عن قلبه اللي محدش عارف يشفيه. أشهر قصيدة الأطلال اللي غنتها أم كلثوم، القصيدة اللي كل العرب حفظوها، واللي لو حد مش عارفها يبقى محتاج كورس هوية عربية. في مدرسة أبولو كمان يطلع لنا الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي. الشابي كان شاب صغير لكنه كتب بيت شعر هز الوطن العربي من المحيط للخليج. إذا الشعب يوما أراد الحياة، البيت اللي اتقال في تونس وتردد في مصر واتحفظ في كل دولة عربية. وده دليل إن العروبة مش جنسية، دي نبض واحد لما كلمة تهز الكل. ليه اتسمت مدرسة أبولو؟ بس تعالى نسأل السؤال اللي الناس كلها بتسأله، ليه المدرسة اسمها أبولو؟ هو احنا في مدارس شعر ولا في معابد يونانية؟ الموضوع له معنى. أبولو في الأساطير اليونانية هو إله الشعر والموسيقى والنور، وإبراهيم ناجي وصحابه كانوا شايفين إن الشعر مش كلام يتحفظ، لأ، الشعر نور داخلي وإلهام وموسيقى ماشية جوه الروح، فاختاروا الاسم رمزا للإلهام والجمال. بس خد بالك، هم خدوا الاسم من بره، لكن المدرسة نفسها مصرية عربية من الجذور، فيها شجن ناجي وصوت أم كلثوم وروح الشابي وإحساس المصري هو بيكتب بالعربي قلبا وقالبا. يعني الاسم يوناني بس الروح مصرية 100%. مدرسة أبولو كانت شايفة إن الشعر لازم يكون إحساس، موسيقى، خيال واسع، دمعة صادقة، ولهفة وشجن. يعني الشعر عندهم كان وجدان، مش تحليل ولا نقد. ولو الديوان أصحابه عقل، فمدرسة أبولو أصحابها قلب. واللي الناس مش واخدة بالها منه إن مدرسة أبولو أثرت في أكبر مطربين وملحنين العصر العربي، عبد الوهاب، أم كلثوم، والموسيقى العربية كلها، لأن القصيدة الرومانسية المصرية كانت جاهزة تتغنى والمزيكا كانت يدوب مستنياها. يعني مدرسة أبولو سلمت الشعر للموسيقى وعملت اللي نقدر نقول عليه الرومانسية العربية المصرية. مدرسة أبولو خطوة مهمة في رحلة الشعر المصري من الإحياء للديوان لأبولو. المصري ما كانش مجرد شاعر، ده كان بيقود روح العروبة كلها، لأن العربي هو اللغة والمصري هو الإحساس اللي بينفخ فيها، التراث بالمصري والعروبة بالدم. استنونا في الحلقة الجاية مع المدرسة اللي قررت تكسر الوزن والقافية وتغير كل حاجة.